هنعمل بقى الزبادي في البيت، علشان بصراحة الزبادي بقى مكلف قوي وغالي وكمية قليلة جدا. فاحنا هنعمله بقى في البيت بقشطة كده جميلة على الوش. زبادي بيتي نمرة واحد. ما بقيتش اعرف اكل جهينة ولا المراعي ولا اي حاجة من الاسامي الكبيرة دي، لازم اعمله بايدي في البيت. جبت كده لتر من اللبن يكون دافي، حاجة بسيطة خالص زي دمعة العين كده، ونحط عليه علبة زبادي بلدي صغيرة ونضربهم في الخلاط كويس قوي مع بعض. وبعد ما ضربتهم كويس قوي في الخلاط سخنت الفرن وغليت براد مية، وهبتدي بقى اصب كده الزبادي في كوبايات، واطباق الجيلي الجميلة اللي انا بموت فيها ديت. نصب كده الكمية كلها واسخن فرني على درجة حرارة عالية واطفيه، واغلي براد مية واحط المية في الصينية. بصوا ما شاء الله الكيلو اللبن بيعمل لك من 8 ل 9 كوبايات صغيرين، يعني مش صغيرين قوي يعني، اكيد اكبر من علبة الزبادي اللي احنا بنجيبها ب10 جنيه وب9 جنيه. حطيت بقى المية المغلية كده وهدخل الصينية في الفرن. لو الزبادي الخميرة بتاعتها كويسة هيربط معاكي من اول ساعتين، لو كده يعني يقعد 4 ساعات 6 ساعات، يعني هو اقصى حاجة خالص للزبادي عشان يخمر 6 ساعات. بصوا بقى الجمال، ما شاء الله تحفة. عامل قشطة كده، قشطة كده على الوش. بصوا ماسك نفسه ازاي، تحفة في السحور. وكوباية بقى تسد معانا بقى عطش طول اليوم. بصوا الجمال، ولا بقى مكنة زبادي ولا اي حاجة صعبة، كل حاجة سهلة في البيت. بصوا الجمال، بصوا قطعة الزبادي عاملة ازاي.